لو سألتك دلوقتي ايه الحاجة اللي نفسك تعملها بقالك سنين وكل مرة بتقول هعملها قريب؟ تسافر مثلا للمكان اللي انت نفسك تروحه، او تكلم حد بتحبه، او انك تغير شغلك، او حتى تبدأ المشروع بتاعك اللي انت بتحلم بيه. لو جاوبت في دماغك دلوقتي يبقى انت واحد من ملايين الناس اللي عايشين حياة اسمها someday، او في يوم من الايام. يعني هسافر someday، هبدأ someday، هقول اللي جوايا someday. مش في يوم معين من ايام الاسبوع، لا، ده في يوم من الايام ان شاء الله. من كام شهر كنت قاعدة في كافيه بشتغل على اللابتوب، ببص على الترابيزة اللي جنبي، لقيت فيه واحد شكله حوالي حاجة و50 سنة، قاعد فاتح كراسة رسم قديمة وماسك قلم وعمال مبسوط قوي هو بيرسم. بس في نفس الوقت كان واضح عليه من الرسم انه لسه في البداية. يعني بصراحة ما قدرتش امسك نفسي من الفضول، وابتسمت له وقلت له حلوة الرسمة. فبص لي وضحك وقال لي تخيلي اول مرة ارسم من 30 سنة. 30 سنة. قعدنا نتكلم وحكالي قصته. قال لي انه من هو في الجامعة كان بيحب يرسم جدا، وكان حابب ان هو يكمل في الرسم، لكن اهله طبعا قالوا له الرسم ده مش هيأكلك عيش، لازم تدخل هندسة. دخل هندسة واشتغل مهندس 28 سنة. كل يوم الصبح يروح الشغل، يرجع البيت، ينام، يصحى، هو نفس الروتين. وكل ما يشوف حد بيرسم يقول لنفسه في يوم من الأيام هرجع أرسم إن شاء الله، ممكن لما الشغل يخف أو حتى لما أطلع على المعاش، لما يبقى عندي وقت، لما لحد السنة اللي فاتت قال لي إنه راح عند الدكتور علشان يعمل كشف روتيني، والدكتور قال له جملة غيرت حياته: صحتك كويسة بس انت شكلك مش عايش. الراجل ده ما كانش بيتكلم عن مرض، ده كان بيتكلم عن روح ميتة في جسم عايش. ومن ساعتها الراجل قرر يبطل تأجيل، راح اشترى كراسة الرسم والأقلام وبدأ يرسم كل يوم. قال لي انا ندمان مش لاني ضيعت 30 سنة، ندمان لان انا كنت فاكر اني لازم استنى الوقت المناسب عشان اعيش. وبعدين قال جملة حلوة قوي لسه فاكراها لحد النهاردة: الوقت المناسب مش هيجي لوحده، انت اللي لازم تعمل الوقت المناسب. وقام من الكافيه، ساب لي الرسمة هدية ومشي. وعلى فكرة لسه محتفظة بيها لحد دلوقتي عشان تفكرني ان الحياة مش بروفة. احنا بنأجل مش لاننا كسلانين، بنأجل لان في خوف، يا اما خوف من الفشل، خوف من الحكم علينا، او خوف من التغيير، فبنقنع نفسنا ان الوقت مش مناسب دلوقتي. لكن الحقيقة الوقت مش هيبقى مناسب ابدا، لانه هيبقى دايما في سبب للتأجيل. زي الفلوس مش كفاية، الظروف صعبة، الناس هتقول عليا ايه، انا لسه مش جاهز. وكل يوم بيعدي الحلم بيبعد خطوة، مش بيموت على فكرة، لا، ده بيتحول لندم. في ممرضة استرالية اسمها بروني وير، اشتغلت سنين طويلة مع مرضى في آخر أيامهم. سألت ناس كتير قوي قبل ما يموتوا ايه أكتر ندم في حياتكم، ونشرت على فكرة كتاب اسمه The Top 5 Regrets of the Dying. تعرف أكتر ندم كان ايه؟ مش يا ريتني اشتغلت أكتر، ولا لأ، ده كان يا ريتني عشت الحياة اللي أنا عايزها، مش الحياة اللي الناس توقعتها مني. وتاني ندم كان يا ريتني ما أجلتش سعادتي. الناس دي مش ندمانة إنها فشلت، ندمانة إنها أصلا ما جربتش. دلوقتي وانت سامعني كده فكر معايا، لو لا قدر الله الدكتور قالك بكرة إنه قدامك 6 شهور بس تعيشهم، هتعمل إيه؟ هتسافر المكان اللي بتحلم بيه، ولا هتقول مفيش وقت؟ هتقول لحد بتحبه اللي في قلبك، ولا هتستنى فرصة تانية؟ هتبدأ المشروع اللي بتحلم بيه، ولا هتفضل في الشغل اللي انت بتكرهه؟ طيب ليه مستني؟ ليه محتاج تكون على حافة النهاية علشان تبدأ تعيش؟ في علم النفس السلوكي في ظاهرة اسمها temporal discounting. ببساطة معناها ان الدماغ بتاعتنا بتقلل من قيمة المكافآت المستقبلية. يعني مثلا لو خيرتك بين $100 دلوقتي و$150 بعد سنة، معظم الناس هتختار $100 دلوقتي. ليه؟ لأن الحاضر واضح، المستقبل غامض. ونفس المبدأ بيحصل مع أحلامنا. الراحة دلوقتي أهم من الإنجاز بكرة، الأمان دلوقتي أهم من السعادة بكرة. لكن المشكلة إن بكرة بتتحول لأبدا. طيب تعرف إيه اللي بيحصل في دماغك بالظبط لما تأجل حلمك؟ في منطقة في دماغك اسمها الأميجدلا، جبنا سيرتها كتير قبل كده. دي المنطقة المسؤولة عن الخوف والقلق. لما تفكر في انك تبدأ حاجة جديدة، مشروع او سفر، تغيير، الأميجدلا بتبدأ تشتغل على طول. ولما تشتغل تبعتلك اشارات انذار: خطر، الحق،
الموضوع ده مش مضمون، ممكن تفشل، الناس ممكن تحكم عليك. ودي مش مشكلة فيك، ده ميكانيزم سرفايفل قديم ودماغك متبرمجة عليه من زمان قوي. ليه؟ علشان تحميك من الخطر، حتى لو الخطر ده وهمي. لكن المشكلة الحقيقية في حاجات تانية كمان. في نيوروترانسميتر أو ناقل عصبي في دماغك اسمه الدوبامين، ده المسؤول عن الحافز والمكافأة. الدوبامين بيتفرز لما بتعمل حاجة بتحس إنها تديك مكافأة، لكن هنا المشكلة دماغك بتفضل المكافأة الفورية اللي هي دلوقتي حالا عن المكافأة المؤجلة اللي هتاخدها بعد 5 سنين مثلا. تخيل إنك لما تقرر تأجل حلمك وتقعد تتفرج على نتفليكس، دماغك هتفرز الدوبامين دايركتلي كمكافأة سريعة، لكن لما تقرر تبدأ في مشروعك مفيش دوبامين فوري. ليه؟ لأن المكافأة بعيدة، فدماغك بتختار الأسهل مش الأفضل، وده اللي بيسموه instant gratification bias. لكن في جزء تاني من دماغك اسمه prefrontal cortex، ده الجزء المسؤول عن التفكير طويل المدى والقرارات الواعية. ده الجزء اللي بيقولك أيوة ده صعب دلوقتي بس هيبقى يستاهل بعدين. المشكلة ان البريفرونتال كورتكس ده بيبقى ضعيف قدام الاميجدلا والدوبامين لما انت بتكون تعبان ومضغوط او خايف. علشان كده لما تكون في نهاية يوم طويل وتفكر تبدأ في حلمك، دماغك بتقولك لا 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 مش دلوقتي، خلينا بكرة. ولو سبت الموضوع يطول بتحصل حاجة أخطر اسمها learned helplessness أو العجز المتعلم. يعني إيه؟ يعني لما تأجل مرة واتنين وتلاتة دماغك بيبتدي يتعلم إنك عاجز عن إنك تبدأ أصلا، فبتبتدي تصدق ان ده مش ليك، يعني انت مش من النوع من الناس اللي بتنجز وبتبدأ على طول. ودي مش حقيقة، دي برمجة بتعملها لنفسك. كل ما بتقول لنفسك someday او في يوم من الايام، الجزء المؤلم انك بتحس بيه، بتحس بوجع مكتوم، حاجة جواك بتقولك انت مش عايش صح. بتحس بالفراغ حتى لو حياتك من بره ماشية كويسة قوي، لان الاحلام المؤجلة دي بتتحول لأوجاع مزمنة. مش بتموت بس بتفضل تنبض جواك، بتفكرك كل يوم وبتقول لنفسك كان نفسي كنت ممكن لو كنت بس بدأت بدري شوية. وعلى فكرة دي مش مجرد أفكار، دي مشاعر بتستنزفك، بتستنزف طاقتك، ثقتك بنفسك وإحساسك بقيمة حياتك. علشان كده البداية صعبة، مش عشان انت ضعيف، لكن عشان دماغك بتحارب ضد نفسها بين الخوف والأمل وبين الراحة والنمو. لكن لما تبدأ فعلا الدوبامين هيبتدي يتفرز مع كل خطوة صغيرة انت بتاخدها، والبريفرونتال كورتكس بتقوى والخوف بيبتدي يخف. مش علشان الخطر راح، لكن علشان انت اتحركت رغم الخوف اللي جواك. انا مش بقولك تسيب شغلك بكرة ولا بقولك تبيع كل حاجة وتسافر، نو. بس بقولك حاجة واحدة، حياتك مش بروفا ومفيش اعادة ليها ولا نسخة تانية احسن من حياتك هتيجي بعدين. اليوم اللي بيعدي من عمرنا وحياتنا ما بيرجعش تاني، والوقت بيجري مش بيستناك تبقى جاهز، مش بيستناك تلاقي الظروف المثالية، الوقت بيجري وانت لسه واقف مكانك. طيب كفاية ستريس بقى، واقول لكم نعمل ايه بالظبط. اول حاجة اكتب السام داي ليست بتاعتك، يعني اكتب كل حاجة قلت عليها هعملها في يوم من الايام وابدأ اقراها، وشوف الليست دي على انها حياة مؤجلة مش احلام بس. هنا احب افكرك بحاجة مهمة قوي علشان ما تاخدش كلامي غلط، انا بتكلم عن حاجات realistic and achievable، يعني حاجات انت تقدر فعلا تحققها. تاني خطوة حول واحدة منهم لأكشن، مش كلهم، واحدة بس، ما هو برضو لازم نطلع السلم من أوله. عايز تسافر وعندك وقت وإمكانية، ابدأ دور على التيكتس النهاردة. عايز تبدأ مشروع، اكتب أول خطوة النهاردة. عايز تقول لحد حاجة، كلمه بكرة، مش بعد ما الظروف تتظبط، لا دلوقتي حتى لو أمكن. تالت خطوة خليك صادق وحقيقي مع نفسك. لو فعلا مش عايز الحاجات دي امسحها من الليست، لكن لو عايزها ما تخدعش نفسك ان الوقت لسه مجاش، الوقت هو دلوقتي، now or never. الراجل اللي قابلته في الكافيه علمني حاجة، ما تستناش اللحظة المناسبة، عيش اللحظة دي. someday ده مش هيجي، النهاردة هو الsomeday اللي انت كنت بتستناه. كل يوم بيفوت من غير ما تعمل اللي نفسك فيه ده يوم هيتحول لندم. ما تخليش حياتك تبقى لستة ندمات، خليها لستة تجارب حتى لو فشلت، لان الندم الحقيقي مش انك جربت وفشلت، الندم الحقيقي انك مجربتش اصلا. لو الكلام ده حرك حاجة جواك اعمل سبسكرايب وما تنساش تشاركني في الكومنتس ايه السام داي بتاعك اللي بعد الفيديو ده هتحوله لتوداي.
شكرا واشوفكم next فيديو.